السلام عليكم. ليلة حزينة للمنتخب الوطني المغربي النسوي لأقل من 17 سنة بعد هزيمة مدوية أمام كوريا الشمالية ب6-1. النتيجة كتعتبر كبيرة، لكن فقط وصول اللاعبات لهذا المستوى من المسابقة كتعتبر إنجاز كبير. الكل كان كيتوقع هذه الخسارة نظرا لقوة كوريا الشمالية في هذه الفئات العمرية. للتذكير فقط، مسابقة كأس العالم لأقل من 17 سنة نظمات 6 ديال المرات. كوريا الشمالية كانت لها حصة الأسد بالفوز ديالها بجوج ديال النسخات، نسخة 2016 والنسخة الماضية 2024 أمام إسبانيا، جوج ديال النسخات، شينوا نسخة، وفرنسا أول نسخة للمسابقة. إذا كيف ما قلنا لكم، المنتخب الوطني المغربي ما انهزمش أمام أي منتخب، بل أمام قوة عظمى في هذه الفئات العمرية. زيادة على ذلك، معلومة اللي قليل فيكم اللي عارفها، هو توفر كوريا الشمالية على أكبر ملعب كرة القدم في العالم. الملعب اللي جا في مدينة بيونغ يانغ، والاسم ديالو هو ملعب فاتح ماي، واللي السعة الاستيعابية ديالو من 114 حتى ل 150 ألف مشجع، واللي ما كيتلعبوش فيه فقط مقابلات كرة القدم، كيتلعبوا فيه مسابقات عديدة. هذا الملعب كبر من ملعب البرنابيو وكبر من ملعب الكامب نو، ملاعب برشلونة وريال مدريد. خسارة مدوية، خسارة كبيرة، نتيجة كبيرة، لكن لعبنا مع مدرسة كروية رائدة في هذه الفئات العمرية. رغم كل الصعوبات، لاعبات الأطلس كانوا شجاعات في الملعب، واخا خسرنا ب6-1 ولكن بقاو واقفين حتى لصافرة النهاية. فتحية للعابات والطاقم على هذه المشاركة المشرفة، وهذه ماشي نهاية العالم، وهذه البداية، مازال